البرامج التعليمية لشهادة إتمام التعليم الأساسي. أصدقائي طلاب الشهادة الإعدادية، مساء الخير وأهلا بكم معنا ودروس مادة اللغة العربية مع الأستاذ سامي محمود مدرس المادة بإدارة شرق التعليمية. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية. نستكمل وإياكم على خير إن شاء الله باقي دروس منهج اللغة العربية. نتحدث اليوم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أهمية العلم، فقد جعله طريقا يؤدي إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فأول فضل من أفضال العلم وهو أن العلم طريق يؤدي إلى جنة الله عز وجل. وسلك أي سار واتخذ. من سلك طريقا أي سار في طريق يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وسلك الأولى بمعنى سار واتخذ، أما سلك الثانية بمعنى سهل الله ويسر الله له طريقا إلى الجنة. وبين الفعلين نغمة موسيقية محببة إلى الأذن تطرب الأذن لسماعها. وتنكير كلمة علما كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما تفيد العموم والشمول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على علمي الدنيا والآخرة. وكلمة طريقا أيضا نكرة للعموم والشمول، فأي طريق يسير فيه الإنسان ليحصل على العلم فهو طريق يؤدي إلى الجنة إن شاء الله. أما الفضل الثاني من أفضال العلم وهو أن الله عز وجل أمر الملائكة أن تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها أي تبسط وتمد أجنحتها رضا لطالب العلم. ومضاد تضع تقبض، أي تضع أجنحتها تكريما وحبا واحتراما لطالب العلم. والأسلوب مؤكد بإن واللام، إن الملائكة لتضع أجنحتها، أسلوب مؤكد بإن واللام في لتضع. رضا لطالب العلم أي حبا واحتراما لطالب العلم، وعلاقتها بما قبلها جاءت نتيجة أو تعليل أو تفصيل بعد إجمال. نقول إنها علاقتها بما قبلها تعليل لما قبلها. لماذا تضع الملائكة أجنحتها؟ أقول لأجل رضاها وحبها لطالب العلم. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، منزلة ثالثة عظيمة لطالب العلم. وإن العالم لا يستغفر له أي يطلب له المغفرة من في السماوات ومن في الأرض. من اسم موصول بمعنى الذي يفيد العموم والشمول. وإن العالم لا يستغفر له أي يطلب له المغفرة كل من في السماوات ومن في الأرض. والسماوات والأرض بينهما تضاد يقوي المعنى ويوضحه. حتى الحيتان في الماء،
حتى هنا تفيد الغاية، حتى الحيتان في الماء، والحيتان يقصد بها الأسماك الصغيرة وليس الحوت الكبير، مصداقا لقوله تعالى في سورة الكهف: فإني نسيت الحوت، أي الطعام الذي كان يأكله موسى عليه السلام وغلامه وهو الأسماك. فالحيتان يقصد بها الأسماك الصغيرة، تستغفر أيضا لطالب العلم، وهو يدل على أن جميع المخلوقات تستغفر لطالب العلم مهما كان حجمها، صغيرة كانت أو كبيرة. وقد يسأل سائل: لماذا تستغفر المخلوقات جميعها لطالب العلم؟ لأن العالم يبين للناس ما يحرم منها وما يحل، ولأن العالم يبين للناس وجوب رعاية هذه المخلوقات وعدم إيذائها أو الاعتداء عليها، كما أمرنا الإسلام بذلك. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. كما تأتي المنزلة الرابعة لطالب العلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم بالقمر، وشبه العابد بسائر الكواكب. ومعلوم لدينا جميعا أن القمر هو أفضل الكواكب لما له من أثر عظيم وجمال يتغنى به الشعراء ويعجب به جميع الناس. فقد شبه نبينا صلى الله عليه وسلم العالم بالقمر لأمرين. فما علاقة العالم بالقمر؟ أقول إن العالم يكتسب علمه ويستمد علمه من غيره، كما أن القمر يستمد نوره من الشمس ثم يعكسه على الأرض. أما وجه التشابه الثاني بين العالم والقمر فهو أن العلماء لهم درجات ومنازل، كما أن القمر له درجات ومنازل أيضا. فالقمر يظهر في أول الشهر هلالا، ثم في وسطه بدرا مكتملا، ثم في آخره محاقا. والعلماء كدرجات القمر، فمن العلماء من يشبه الهلال في علمه، ومنهم من يشبه القمر، ومنهم من يشبه المحاق. أما الشمس فلا تستمد نورها من شيء، والشمس لا درجات لها، والشمس تظهر من أول النهار إلى آخره لا تتغير. ولكن العلماء يتشابهون مع القمر في هذين الأمرين، أن القمر له درجات ومنازل مختلفة، والقمر يستمد نوره من غيره، كما أن العلماء يستمدون علمهم ممن هو أعلم منهم ثم ينشرونه على الناس. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء بأنهم ورثة الأنبياء، وهو أسلوب مؤكد بإن يدل على قرب العلماء من الأنبياء في رسالتهم، فهم ينشرون العلم ويمحون الجهل، كما أن الأنبياء ينشرون الإيمان ويمحون الكفر. أصدقائي طلاب الشهادة الإعدادية،